هبة السيسي بعد انتقاد إطلالتها في القاهرة السينمائي مش في بالي الترند والفستان بيمثل الطابع الفرعوني. أكدت الفنانة هبة السيسي إنها لم تتعمد إثارة الجدل أو مخالفة الشروط اللي وضعها حسين فهمي لملابس الفنانات بمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد ظهورها بفستان جريء في حفل افتتاح القاهرة السينمائي أول أمس الأحد. قالت هبة السيسي ردا على الانتقادات اللي تعرضت ليها في لايف مع القاهرة 24: أنا مش بحب الترند خالص، واخترت الفستان عشان مختلف، حاجة زي بتوع هوليود، وشكله حلو ومش هيكون حلو غير عليا، وده مش غرور، لكني بيليق عليا الحاجات المختلفة وبيكون شكلي فيها حلو. وأضافت اللي فاهمين في الفاشون بيقولوا إنه مختلف وبينافس عروض الأزياء العالمية، مؤكدة إنها لم تتحدى أحد ولم تكن تفكر في الترند، مضيفة إن الفستان شبه فساتين الملكات في العصر الفرعوني وبيمثل الطابع الفرعوني، وما كنتش متخيلة أطلع ترند، لكن في كل مرة بحضر مهرجان بلاقي نفسي بطلع ترند لاني بلبس فستان مختلف وفكرته جديدة زي فستان مهرجان الجونة، فانا ببدأ الموضة والناس بتقلدني. واشارت الى ان زوجها بيرفض ان هي تظهر بملابس مكشوفة، وقالت ان الفستان كان من المفروض ان هو ترتدي اسفله هوت شورت، لكنها قررت ان هي ترتدي اسفله فستان قصير، وقالت انا نيتي البس محتشم، ولكن للاسف الاضاءة فاتحة جدا ومبينة ان الفستان شفاف وان البطانة لون بشرتي. لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة للفيديو، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.